السلام عليكم. أكلة النهاردة لها ذكريات جميلة معانا كلنا. أكلة النهاردة خطيرة، لما كنا بندخل البيت نشم ريحتها. النهاردة هنعمل المحشي، الله عليه وعلى دفى البيت بالمحشي. هنعمل النهاردة المحشي بحشوة خطيرة، وكمان هعمله بطريقة جديدة من غير ما حباية رز تطلع بره، وهيكون مفرفر، ورغم انه سخن الا ان بيمسك في الشوكة، مفرفر وجميل ومش معجن رغم انه مزبت. هوضح لكم ازاي طريقة التسوية الصحيحة. النهاردة هعمل المحشي المصري وطريقة عمل الباذنجان المحشي. هجيب البتنجان ويكون وسط، البتنجان فيه منه ابيض واسود وملون. انا جبت البتنجان الاسود، ولو حابه البتنجانه ولو حبايه البتنجان طويله هقسمها على 2. اول حاجه جبت البتنجان غسلته كويس، وبعد كده هبدا اقطع العين الاخضر، وبعد كده اجيب البتنجان واضغط عليها على الرخامه او على طبق. الحركه دي بتخلي البتنجانه طريه معايا وبتسهل عليا عمليه التقوير كويس جدا، لان لما قلب البتنجان بيكون طري تقويره بيكون سهل. وابدا اقور البتنجانه في ايد والمقوار في ايد، والف عكس بعض. اللي فيها المقوار تلف لبره، واللي فيها البتنجان تلف لجوه، وبسحب المقوار لبره هيطلع قلب البتنجانه على طول بسهوله. لازم ارفع البتنجانه، جلده البتنجانه تكون رفيعه. لما اخلص احطه كله في ميه بملح عشان ما يسودش ويغمق مني. الخلطه اللي طالع من تقوير البتنجان، قلب البتنجانة ده ممكن ارصه في قاع الحلة او الصينية اللي هحط فيها البتنجان اثناء التسوية. وممكن اعمل ببصل او بصل وطماطم. انا النهاردة بس هعمل ببصل عشان مش عندي شوربة، فهعمل ببصل. دلوقتي خلصت تقريبا تقوير البتنجان، قربت اخلصه. التسوية بتكون على نار عالية، بحط بعد ما احشي البتنجان التسوية بتكون على نار عالية لمدة 10 دقايق. اول ما الشوربة او المية اللي انت هتسوي فيها البتنجان تغلي بتهدي النار خالص، وبعدين تسيبيه لمدة ساعة. بتفتحي عليه الحلة بقى تلاقيه مستوي. قلب البتنجان ده انا ممكن مرموهوش واحطه في قاع الحلة او قاع الصينية، بس انا النهاردة هحط بصل، وممكن تحطي بصل وطماطم. دلوقتي هبدأ اجهز للخلطة. خلطة البتنجان تعشق الزيت. البتنجان بعد ما قورته حطيته في مية بملح عشان ما يسودش، ولازم اضغط عليه عشان كل البتنجان يتملي بمية، فاضمن ان هو ما يسودش. المقادير بتاعة الخلطة: الاول معايا كيلو بتنجان ده متفقين عليه، معايا 3 بصلة متوسطة، حزمة من بقدونس، حزمة من الشبت، حزمة من الكزبرة، يعني 3 حزمة خضرة. انا عامله فيديو للخضره المشكله، تخزين الخضره المشكله. 3/4 كيلو طماطم معصوره، وعامله فيديو لتخزين الطماطم. الفيديوهات دي هتطلع في اخر الفيديو. معايا معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل، الشطه على حسب الرغبه عايزه تحطي او لا، معلقتين صغيرين ملح، وبصله شرايح هحطها في قاع الحله، وربع كيلو رز. دلوقتي انا قطعت البصله بايديا، ما عملتهاش في الكبه، انا عايزاها تقطيع خشن فعملتها بايديا. ممكن تعمليها بالكبه بس تقطيع خشن، لان البصله لما بتكون محمله شويه بتبقى طعمها اجمل وبتبقى مسكره، غير المفروم هيبقى صعبه انك تحمريها في الزيت. انا عايزه البصله اللون بتاعها يكون بين البنين، بين بصله الطبيخ وبصله رز الصياديه، يعني مش غامقه قوي ومش فاتحه قوي، عايزه لونها وسط. عايزاها تاخد لون عشان تديكي لون للرز. يعني انا مهما احط في طماطم المحشي برضو هيطلع فاتح، لكن لما اغمق البصله سنه صغيره، سيكه كده صغيره، بتديكي لون للرزايه. بالنسبة للتوابل، الكمون والفلفل والملح انا هقسمه على جزئين. معايا معلقة كمون ومعلقة فلفل ومعلقتين ملح، هقسمهم. النص هيبقى على الخلطة والنص هيبقى على الرز. يعني هنا دلوقتي هحط نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل، ومعلقة ملح، والجزء التاني هحطه على الرز. ولازم الرز يكون مغسول مش منقوع. دلوقتي البصلة بدأت تاخد معايا لون، هتك عليها بس حاجة بسيطة كده، وهبدأ احط لها الخضرة. ولازم التقليب المستمر عشان البصلة كلها تطلع لون واحد، ما تلسعش مني من جنب واحد. انا حتى معليه النار، يعني معليه النار عشان ما تاخدش وقت مني. والتقليب المستمر بتاخد من 5 ل7 دقايق، بتلاقيها اخدت لون. واول ما تاخد معاكي لون هتبدأي تنزلي بالخضرة. ليه بنزل بقى بالخضرة في الوقت ده؟
يعني هي اغلب الناس بتحط الخضرة بعد التسبيكة عشان انا مجمداها، فلازم احطها في الوقت ده عشان ما تديش ميه بقى وتكب ميه معايا في الخلطه فتبقى مصلصله. لا، انا بشوحها عشان تنشف، لان انا مجمداها وطلعتها من التلاجة على طول من الفريزر على الحله. لازم تتشوح عشان لان الخضره لما ببقى حطاها في الفريزر بتطلعيها بتبقى بتنزل ميه وتبقى عامله زي المسلوقه. دلوقتي نزلت بمكعبات الصلصة. انا عاملة طبعا الطماطم مخزناها وكنت مش مصفيها وعاملة حساب المحشي. هضيفلها بس نص كوباية مية عشان تفك لانها مجمدة، وبعد كده هسيبها تتسبك. اول ما تبدأ في التسبيكة هحط نص مقادير، هحط معلقة ملح، انا عندي معلقتين هحط واحدة، هحط نص معلقة فلفل ونص معلقة كمون واسيبها تكمل تسبيكة مع بعض. شايفين قوام الخلطة؟ القوام خطير. اول ما توصل معاكي الخلطة للقوام ده اعرفي انك هتعملي احلى محشي. لازم يكون القوام تقيل. دلوقتي جبت حلة وفي بصلة قطعتها حلقات هحطها، ومعايا كوباية رز مغسول مش منقوع حطيت عليه النص التاني من مقادير التوابل، نص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ملح. هبدأ اخلط كل المكونات مع بعض وادمجهم كويس جدا، اقلب كويس جدا. لازم التقليب المستمر بحيث ان كل المكونات تختلط مع بعضها، الملح والفلفل والكمون والرز مع الخلطة يندمجوا مع بعض. اخلط كويس جدا بحيث ان كل الرز ياخد نفس طعم التوابل اللي انا ضفتها وطعم الخلطة. دلوقتي املى البتنجان بالرز واسيب 2 سنتي من الاخر عشان ما يطلعش بره ويبقى مكتوم. اسيب يا 2 سنتي يا مقدار عقلة صباع، لان الرز لما بيستوي حجمه بيزيد فما يطلعش من قلب البتنجانة. واخبط على البتنجانة او اهبتها هبدتين مرتين 3 كده بحيث ان اتاكد ان الرز نزل قاع البتنجان، وانضف جسم البتنجانة من بره من الرز قبل ما ارصه في الحلة عشان يبقى شكلها جميل والرز ما يبقاش طالع بره. البتنجانة الكبيرة بيبقى سهل حشوها، البتنجانة الصغيرة ممكن ازود في حشوها ان انا اعملها بظهر المعلقة، وده بيساعد ان الرز ينزل لقاع البتنجانة فتبقى مليانة كلها بالرز. ولازم الهفدتين دول عشان اتأكد ان البتنجان اتملى بالرز للاخر، وممكن اضغط عليها ضغطتين كده بحيث ان انا اتأكد ان الرز نزل للقاع. وبأكد لازم تنضفي البتنجانة من الرز عشان يبقى شكلها حلو في السوا. التسوية بقى بتبقى على نار عالية. الأول بحط يا شوربة لو عندك شوربة، يا مية بملح لو ما عندكيش شوربة. بحط على نار عالية، وأول ما تبدأ تغلي بوطي عليها واسيبها زي تسوية الرز بقى، بسيبها من 3/4 ساعة لساعة. ما بيتقلبش، وانا بحطه بشكل عمودي مش بحطه نايم على بعضه عشان البتنجانة تحتفظ بشكلها الاسطواني. لو حطيته في الحلة او في الصينية فوق بعضه فهيطلع مبطط، انا عايزاه يحافظ على الشكل الاسطواني. لازم الهبدتين دول عشان اضمن البتنجانة توصل للقاع. لو هي ضيقة ازود بالمعلقة كده بظهر المعلقة بحيث ان هو الرز كله يوصل لقاع البتنجانة. وبأكد ان لازم الهبدتين دول، ولازم لو هي ضيقة اعملها بظهر المعلقة، ولازم اشيل بقايا الرز من على سطح البتنجانة واسيب 2 سنتي او مقدار عقلة صباع عشان الرز لما يستوي ما يعجنش وما يطلعش بره ويبقى مفرفر. كل دي خطوات بتسهل عليكي ان البتنجان يطلع شكله جميل. دلوقتي للتسوية هحط نص كوباية مية او نص كوباية شوربة، نص كوباية مية مع نص معلقة صغيرة ملح، واقلبهم كويس واحطهم في الحلة على نار عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده اهدي النار لمدة ساعة بسيبه بيطلع دايب وخطير وتحفة. الله على البتنجان وجمال البتنجان. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا رزاية طالعة بره وطالع. انا هقسمها دلوقتي، بتتقسم بسهولة والرز مفرفر وخطير مش معجن رغم انه مزبد، والبتنجانة رغم انها سخنة الا انها مسكت في الشوكة. رهيب. الله على البتنجان وجمال البتنجان. بيفكرنا بزمان وريحة المحشي لما يبقى قلب البيت. الله على الجمال. ودفى البيت بالمحشي. الله، مستوي ودايب ورهيب وريحته قلب البيت. مفيش حباية رز طلعت بره ومفرفر ومش معجن رغم انه مزبت. طريقة التسوية الصحيحة دي اجمل حاجة لتسوية البتنجان. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.